كيبدا الفيلم ديالنا مع صاحبنا ميشيل، واحد الدري مغروم لواحد الدرجة كبيرة بالأبطال الخارقين. هاد الدري كان كيجمع الفلوس شحال هادي باش يجي البدلة ديال سبايدر مان، حيت باغي يلبسها في الهالوين. مشى نيشان لواحد المحل باش يشريها، ولكن لقاهم سدو حيت وصلت الوقيته ديال الغداء. ميشيل تقلق بزاف، ولكن ما عنده ما يدير. هز بيكالتو وتحرك للمدرسة. في القسم ميشيل ما مسوقش للقرايه قد ما مسوق لواحد التلميذه كتقرا معاه سميتها ستيلا، كيبغيها وديما خايف يهضر معاها. عوض ما يركز على قرايته بقى كيصورها بالتليفون ديالو وهي ما سيقاش الخبر. الاستاذه عاقت به، مشات عنده وحيدات ليه التليفون قدام عباد الله. في هاد اللحظه دخلت مديرة المدرسة ومعاها المفتشة جيوفانا. هاد المفتشة هي الأم ديال ميشيل. جاو يسولوا التلاميذ على واحد صاحبهم سميتو مارتينو، اللي غبر هاد يومين وما بقى حد عارف بلاصتو. والديه مخلوعين عليه بزاف حيت خلى ليهم الرسالة، والبوليس طالبين أي معلومة عليه. قبل ما تمشي جيوفانا بحالها دازت عند ميشيل وعطاتو الغدا ديالو، حيت نساها في الدار. ميشيل خداها وشكرها، ولكن ما عجبوش الحال حيت صحابو بداو كيضحكوا كيتنمروا عليه وكيقولوا ليه ولد ماما. موراها كملوا الامتحان ديالهم. وواحد اللحظه ميشيل بدا كيرعف من نيفو، طلب من الاستاذه يمشي للطواليت وهو كيغسل وجهه. ضرب الجرس وتخلع حيت عارف شنو تابعو، ومشى كيجري تخبى في الطواليت. ما دازش بزاف حتى جاو جوج دراري حكاره كيتنمروا عليه ديما، سميتهم ايفان وبراندو. بداو كيدقوا في جهده ورسوا عليه الباب، جروه بركوع على الحيط. حيدوا ليه الفلوس اللي كان باغي يشري بهم اللبسه وجراو عليه. وبدا داك الطويل ايفان كيتيري فيه بالفردي ديال كرات الالوان. رجع صاحبنا للدار واكل قتله ديال العصا ومكرفص، ومشات ليه فلوسو. دخل لبيتو وحل الفيسبوك ولقى ستيلا دايره حفله ديال الهالوين في دارها ومصيفطه ليه الدعوه. هز داكشي اللي بقى ليه ديال الفلوس مخبيه ومشى لواحد البازار صيني رخيص. لقى تما ولد قدو وقال ليه باغي شي لبسه ديال البطل الخارق بداك الشي اللي عنده. البائع عطاه لبسه رخيصه ديال شي بطل صيني وقال ليه راه غيعرف القوه ديال البطل ملي لبسها. في العشيه ميشيل كان جالس مع مو مقلق وما بغاش يمشي للحفله بديك الحاله واللبسه المعفنه، ولكن مو بدات كتطلع عليه المورال. قالت ليه راك بوكوس والف وحده كتمناك، وراك بطل خارق بحال باك اللي مات وهو كيعتق الناس. صاحبنا اقتنع بالهضره وجمع الوقفه للحفله. ملي وصل الحفله تلقى بستيلا وسولاتو على ديك اللبسه الغريبه، وقال ليها ديال البطل خارق صيني. وهما كيهضروا جا هداك ايفان اللي تنمر عليه ومشى نيشان شعل التلفازه وخدم الفيديوهات اللي كان صورهم ميشيل ستيلا بلا خبرها. ستيلا قالت له انت اللي صورتيه وبغيتي تلصقها في ميشيل. وايفان قال ليها راه خديناهم من تليفون ميشيل اللي حيدات ليه الاستاذه. ميشيل حشم بزاف، هرب من تما ومشى للحمام، والدراري يتبعوه بداو كيدقوا عليه من قوه الحشمه. ميشيل تمنى انه يغبر وما يبقاش يبان. في هاد اللحظه ضرب واحد البرق مجهد. ميشيل حل الشرجم وهرب لدارهم ونعس. في الصباح ملي فاق دخل يدوش، وملي حيد الروب ديالو وقف قدام المرايه واكتشف باللي الامنيه ديالو تحققت والجسم ديالو ما بقاش كيبان. امو دخلت تقلب عليه وما لقاتوش. كتب ليها ورقه باللي راه خرج بكري للمدرسه وحطها فوق الناموسيه باش ما يعيق بيه حد. لبس حوايجو ودار كاسكيت ونضاضر باش يبان بحال شي واحد عادي وتحرك للمدرسه. ملي وصل المدرسه كان متردد، ولكن غير شاف ايفان اللي تنمر عليه قرر ينتقم. حيد حوايجو كاملين باش يولي مختفي 100%، ودخل القسم. هز الفردي ديال ايفان وضرب بها الاستاذه، وموراها حطوا الايفان في يدو قدام الاستاذه سخطات وداتو للاداره. ميشيل استغل الفرصه وخرج ورقه الامتحان ديالو وعمرها من ورقه التصحيح. موراها قصد براندو اللي كان كيلعب ماتش ديال التنس قدام باه. ميشيل بقى كيدفعو خسر ليه الماتش حتى خسر، وباه بدا كيغوت عليه بسبب الفشل ديالو. براندو تسطى وهرب من تما. ميشيل زعم ومشى دخل الحمام ديال البنات باش يشوف ستيلا. دخل وسطهم وبقى كيدور، ولكن واحد اللحظه طاحت عليه البينوار بالغلط وبان الشكل ديالو. وميشيل بدا كيرجع يبان شويه بشويه. البنت جرات الفوطه والبنات بداو كيغوتوا. المديره عيطات لمو جيوفانا، سمعت له شويه ديال الهضره وداتو للدار. في هذا الوقت البوليس جاهم الخبر باللي حتى براندو غبر وخلى الرساله بحال صاحبه. نهار الاخر في القسم واحد البنت ضحكات على ميشيل بسبب داك الشيء اللي وقع في الحمام، وميشيل توتر وبدا كيحس باللي قوته كترجع ليه وغادي يختفي. ضرب القب وهرب للدار. ملي دخل لبيتو لقى كانديلا اختو جالسه تما ودارت راسها خرجات وبقات واقفه وراه. ملي شافتو بلا راس غوتات ودخلعات. ميشيل شدها وسد ليها فمها وشرح ليها كل شيء. البنت فرحات حيت ولا بطل خارق. في نفس الوقت جابوا الدكتور نفسي سميتو باسيلي باش يحل القضايا ديال اختفاء الدراري. جيوفانا رجعت للدار وما لقاتش ميشيل. عيطت لصاحبتها وقالت ليها باللي ميشيل تصرفاته غريبه ويقدر يكون عارف باللي راه متبنى. ميشيل كان واقف حداها مختفي وسمع الهضره وسخط بزاف. ميشيل مشى للبحر معصب وجلس في الارجوحه. ستيلا دازت بالصدفه وشافت الارجوحه كتحرك
بوحدها. جلسات حداه وسولاتو شكون هو، قال ليها انا ملك. بقاو كيلعبوا ورسم ليها وجه ضاحك على الرمله. في الليل مشى عندها للدار ودخل من الشرجم، قال ليها باللي جاه البرد، غطاتو بالبطانيه وحاولت تبوسو، ولكن ميشيل بدا كيبان عاود تاني، خاف تتفرج القضيه، نقز من الشرجم وهرب وقرر يصارحها بالحقيقه. من بعد نهار الاخر ستيلا كانت كترين البالي في المدرسه والاستاذه خرجت تجيب القهوه، كان واحد الشخص كيراقبها وضربها بسهم مخدر. ميشيل شافو ونقز عليه، ولكن الشفار كان صحيح والكلب ديال ميشيل عض داك الشفار في يدو. دفع ميشيل وهرب ستيلا في الطوموبيل. ستيلا فاقت لقات راسها في المختبر مع الدراري اللي غبروا، والزاعم ديال العصابه قال باللي ماشي هي اللي كيقلبوا عليها. في الصباح ميشيل بغى يعتق ستيلا، مشى يقلب على البيدله ديالو، لقى موس بناتها وصغرات وما بقاتش خدامه. غوت على مو قال ليها راه كيكرهها حيت عارف راسو متبناه. والزاج تفرقع بالصوت ديالو وخرج معصب، مشى للبحر وقف عليه واحد الراجل اعمى سميتو اندري قال ليه البيدله ما عندها حتى علاقه بالقوه ديالو. ميشيل قال ليه شكون انت وكيفاش عرفتي فاش كنفكر، وقال ليه انا هو باك الحقيقي. اندري عاود ليه باللي في روسيا وقعت كارثه نوويه غيرت الجينات ديال بعض الناس وسموهم المميزين، ولات عندهم قدرات خارقه. العسكر الروسي الاسم ديالهم هو الشعبة، بداو كيديروا عليهم تجارب بحال الفئران. اندري كانت عنده قوة قراءة الافكار وبسبب هاد التعمى، وتزوج بإلينا اللي كانت كتختفي بحال ميشيل. ملي ولدو ميشيل هربوا من الشعبة، وإلينا ضحات براسها وماتت بقرطاسة باش تعتقهم. اندري قرا افكار المفتشة جيوفانا وعرفها باغية وليد، وخلى ميشيل قدام بابها. اندري عطى لميشيل البدله ديال مو الحقيقيه، هاد البدله كتفاعل مع الجسم وكتختفي معاه. واحد الصياد شك فيهم وعيط للبوليس، ولكن اندري مسح ليه الذاكره باش ما يعقل على والو. جيوفانا لقات ميشيل وقالت ليه ما يعاودش يغبر. الدكتور باسيلي عرض عليها يوصل ميشيل للدار. ملي وصلوا باسيلي صوب اتاي وبسكويت. ميشيل لاحظ باللي يد باسيلي مجروحه في نفس البلاصه اللي عض فيه الكلب الشفار، وعاقبيه باللي هو الخاطف ومن الشعبه. باسيلي سد كاع البيبان. ميشيل حيد حوايجو العاديين وبقى لابس البدله ديالو الخاصه واختفى. باسيلي جاب الساشي ديال الدقيق وبدا كيرشو باش يشوف الخطوات ديال ميشيل. ضربو بركله للراس وسكتو ونقز من البالكون وهرب. ميشيل لقى داك الحكار ايفان راكب في السكوتور وركب موراه وبزز عليه يطير به للمرسى. ستيلا كانت رسمات وجه ضاحك على واحد الكشاف ديال الضوء وجهاتو للسما بحال باتمان باش تعاون الملاك يلقاها. ميشيل استعمل ايفان باش يدير الشغب بالفردي ديال الالوان ويلهي الحرس. ميشيل سلت الغرفه التحكم، ضرب حارس بطفايه ديال العافيه، خدا ليه الفردي ديالو وهدد حارس اخر باش يحل الزنزانه على ستيلا والدراري. ميشيل بين راسو لصحابو باش يطمئنهم وبغاو يهربوا. ستيلا قالت لميشيل باللي كاين واحد الشيباني محبوس خاصهم يعتقوه. مشاو لعندو، ولكن هاد الشيباني طلع هو الزعيم المخلب وعنده قوة التحكم في العقول بمجرد اللمس. هو اللي تحكم في باسيلي باش يخطف، وهو اللي تحكم دابا في ستيلا باش تستدرج ميشيل الزنزانة. الحراس دو عليهم لداخل، وهاد الزنزانة طلعت عبارة عن غواصة ديال الجواسيس الروس اللي بغاو يديو ميشيل لروسيا باش يديروا عليه التجارب. في هاد الوقت جيوفانا هبطات لقات باسيلي محبوس، واندري قرا افكارو واكد ليها باللي ما عقل على والو وباللي خاصهم يهربوا. الشيباني اكتيفا على التنازل للتفجير الذاتي في المرسى، وميشيل تعصب بزاف والقوه ديالو تضاعفات. بدا كيهرس الحيوت وكيشتت في الحرس وهو مختفي. الماء بدا كيدخل الغواصه. ميشيل دخل الكبسوله مع ستيلا وهربوا من تما. الغواصه خرجت وتفرقعات والجواسيس غرقوا ماتوا كاملين. كلشي تعتق والبوليس جاو. ميشيل تلاقى باه اندري اللي قال ليه باللي غادي يمسح الذاكره ديال كاع الناس اللي تما بحال جيوفانا وستيلا والبوليس باش ينساو هادشي اللي وقع ويعيش ميشيل حياه عاديه. وعدوا باللي غيبقاو على اتصال. اندري استعمل قوته ومسح الذاكره للجميع. في النهار الاخر النجاح تنسب لجيوفانا، وميشيل رجع للمدرسة ولا كيزعم يهضر مع ستيلا اللي ما عقله على والو. وصد ايفان وبراندوم اللي بغاو يتنمروا عليه عاود تاني. الوحيدة اللي بقات عاقلة على السر ديالو هي اختو كانديلا. في جهة اخرى كنشوفو مجند روسي دخل عند الشاف ديالو اللي غيكون هو الزعيم الكبير وقال ليه باللي المهمة فشلات. الشاف ضربو بكروشي وسولو على ناتاشا. المجند قال ليه باللي راها مخبية في المغرب، وهنا كنعرفو باللي الام ما ماتتش وباللي كانت ولدات التوأم وبجوج عندهم قوة خارقة. الفيلم تسالى هنا. ما تنسوش ديروا لي واحد اللايك، وإلا بغيتوا الجزء الثاني قولوها لي في التعليقات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.